السلام عليكم ورحمة الله. نصلي على الحبيب عشان قلوبنا تطيب. النهارده ست الحبايب حماتي ربنا يديها الصحة يا رب ويبارك لها، ويا رب يا رب يفضل البيت مفتوح بحسها ما نحرمش منها ابدا. طالبة مني صينيتين كيكة. خدي الحاجة اهيت وخدي اعملي لي صينيتين كيكة بعد اذنك. قلت لها على عيننا وعلى راسنا وانتي تأمري طبعا. فجابت لي الطلبات وجابت لي كل حاجة وقالت لي اعمليها لي. فتعالى اوريكم المقادير واقول لكم بتتعمل ازاي. كلنا بنعرف نعملها، يعني في ناس كتير بنعرف نعملها. في تكه بسيطه قوي عايزه اقول لك عليها. في الخطوات اللي احنا هنعملها انا مظبطه كل حاجه ومرتبه كل حاجه، هوريها لك برضو انا بعملها ازاي، وانت برضو قولي لي انت بتعمليها ازاي. مفيش حد احسن من حد، مفيش حد اشطر من حد. كلنا شاطرين في المطبخ، ربنا يديكم الصحه يا رب ويقويكم ويرزقكم. بس تعالي اقول لك انا بعملها ازاي، بس سهله وبسيطه خالص. بصي يا ست الكل، انا هنا هقول لك المقادير بتاعتي. انا هنا دول صينيتين، بصي انا اسمها كده، دي صينيتين، دي صينيه اولى ودي صينيه تانية. معايا بيكنج باودر ومعايا كيك شيف، معايا 3 بيضات، معايا فانيليا، معايا كوب سمنه على زيت، الاتنين مع بعض. كوب سمنه على زيت. مش موجود سمنه حطي زيت بس، مش موجود زيت حطي سمنه بس. فاهمه قصدي؟ معايا كوب ونص سكر، كوب ونص لبن، معايا 2 كوب ونص دقيق. دي كده المقادير بتاعت صينيه واحده. وهنا نفس النظام، اللي هيتعمل هنا هيتعمل هنا. في هنا ازازه خل، انا هحط يعني معلقه خل، معلقه واحده. ليه بقى يا ست الكل معلقه واحده؟ بيفتح معايا، بيخلي لي معايا الكيكه فاتحه مش غامقه. وبرده في سر تاني عايزه اقولك عليه، في ان انت ما تحطيش الزيت دلوقتي. احنا هنعملها في الخلاط للناس اللي ما عندهاش مضرب. فاحنا هنعملها في قلب الخلاط، طريقتها سهله قوي وحلوه قوي في قلب الخلاط وسريعه. فهي ست الكل خلي الزيت ده مرحله اخيره. طب انا هحط ايه الاول؟ هحط البيض وهحط الفانيليا. عندي فانيليا بودر ماشي، عندي فانيليا سايبه ماشي. الموجود حطيه، الموجود حطيه. هنا في قشره نزلت، هحاول نجيبها عادي يعني كلها. انا هنا كسرت البيض خلاص، كسرت البيض وكان في قشريه وقعت في قلب الخلاط، عادي يعني نقدر نجيبها مفيش اي مشكله. نفتح الفانيليا، صعبه جدا جدا. نجيب مقص هينجز معانا برضو. وهنا حطيت الفانيليا كله في قلب الخلاط. يعني متتعبيش نفسك بقى والمضرب وايدك ومش عارف ايه. لو حتى لو ما عنديش مضرب حطيت الفانيليا وحطيت البيض. هنا هبتدي احط السكر. طبعا اي حاجه بتفيد مني هحطها على الحوض على طول. واول ما هخلص يعني ايه هنشطفهم. الموضوع سهل وبسيط خالص يعني. هحط برضو اللبن. انا هنا حطيت اللبن تمام. الزيت والسمنه هحطهم بس مش هضربهم دلوقتي. الزيت والسمنه هيتضربوا بعد ما اضرب دوت، علشان خاطر ده يتضرب معايا اقل من دقيقه. لان كل ما بيتضرب الزيت كل ما بيتضرب كل ما بيسمر، فهيغمق معايا الكيكه وانا مش عايزاه يغمق معايا الكيكه. حلو الكلام. هروح اضربهم بقى وهجيلكوا بعد ما اضربهم. هنا كده ضربت اهو، ضربت الخليط بتاعي. وهضيف بقى السمنه والزيت وهضربهم تاني، بس مش هضربهم كتير يعني. هي اقل من دقيقه، ما ينفعش اضربهم كتير. انا هنا طبعا ايه هنحط برضو الخل، معلقه خل واحده، معلقه خل واحده مش كتير. بصي انتي ركزي معايا بس. هروح برضو اضربهم عشان ما نعملش دوشه ونعمل ازعرينا كده، وارجع لك تاني. هنا خلاص ضربته، وضربت اللي هو بالخل والزيت. ما بضربهاش كتير علشان كتر ما هتضربيها في الخلاط كتير بالزيت الزيت بيغمق وهيغمق معاكي الكيكه. ويا ريت تعملي الزيت بحاجه يعني يكون الزيت بتاعك فاتح، والسكر يكون برضو السكر بتاعك فاتح، يكون الكيس بتاعك فاتح. كل ده برضو بيأثر على الكيكه، فبيخلي الكيكه كده فاتحه معاكي ما بتغمقش معاكي وبتدي لون حلو في الاخر. تمام. انا هنا بقى معايا المنخل ومعايا الطبق اللي انا هضرب فيه. ما ينفعش احط الدقيق في الخلاط، ما ينفعش احط الدقيق في الخلاط او لو انت بتعمليها في كبه برده ما ينفعش تحطي الدقيق في الخلاط في الكبه. لازم تكون في طبق وباي مضرب، حتى لو مضرب يدوي او مضرب سلك تضربي، وكله في اتجاه واحد يعني. بس اهم حاجه بقى دلوقتي ان انا هنخل الدقيق بتاعي. حلو الكلام. هنركن الخليط دوت واروح ضايفه الدقيق بتاعي
وبرده هنحط الكيك شيف، والاتنين دول هي عشان صينيه كبيره، هما طبعا بيبقوا 3 مقاسات. انا هاخد الصينيه الكبيره، انا عندي صينيتين كبار فانا هعملهم فيهم، فالصينيه الواحده هتاخد الاتنين دول علشان خاطر الصينيه بتاعتي كبيره وتنفش معايا وتبقى عاليه كده وحلوه وهشه. تمام. الدقيق بتاعي، بس اهم حاجه ان انتي تنخلي الدقيق، اهم مرحله برضو في الكيكه. الكيكه فيها تفاصيل كتير بس تفاصيلها حلوه وسهله كده، وعلشان خاطر تبقى معاكي هشه مهم ان انتي، انا هنا بنخل اهو، بنخل الدقيق. حلو الكلام. وزي ما قلت لك انا هروح برضو، انا هضربه دلوقتي، عندي مضرب كهرباء، بس عشان خاطر ما نعملش دوشه كده واصدعكم واعمل ازعرينا، فايه هروح اضربها برضو بالخلاط لغايه ما تديني القوام اللي انا عايزاه، وبعد كده هوريها لكم. بس زي ما قلت لك لما تيجي تضربي يا ريت تضربي في اتجاه واحد، همسك المضرب واضرب في اتجاه واحد كده، في اتجاه، ما افضلش بقى رايحه جايه وراح اعمل كده واعمل كده، لا، مضرب كهرباء اتجاه واحد، مضرب يدوي برضو في اتجاه واحد. ركزي معايا في التفاصيل دي. وهنا بقى معايا البيكنج باودر ومعايا الكيك شيف اهم، هنفضيهم بس، افضي نهم. هنزل بقى بالخليط وانزل بالمضرب، هروح اضربها وارجع لكم، قلت لكم عشان بس ما نعملش دوشه. بس بالله عليكي تعملي لي لايك، ولو انت مش مشتركه عندي في القناه على اليوتيوب اعملي لي اشتراك، ولو انت مش متابعيني على الفيسبوك على راسي وعلى عيني، يعني تشرفوني وتكتروني وتزودوني، وربنا يسعدنا جميعا يا رب، وربنا يفرح قلوبكم يا رب، ربنا يسعدكم يا رب. انا هنا بقى كده ضربتها، هوريكي القوام بتاعها وهوريكي سمكها، بصي عامل ازاي. مركزه معايا؟ طبعا مركزه معايا. نجيب بس الاسبونشه بتاعتنا، طبعا اللي اتعمل هنا هيتعمل هنا، هديها بس 3 خبطات كده عشان لو فيها اي هوا يخرج. وهنا نفس الصينيه دي برضو هي دي مقاس دي، دي مقاس دي. طبعا في حاجه تانية ناقصه، فين الفرن. انا مشغله الفرن مولعه عليه من ساعه ما جيت عملت الكيكه، لازم يكون الفرن سخن جدا على درجه 180، بس انا عندي الفرن حامي قوي، فهوطي عليه واشغل المروحه على الصينيتين. انا كده عملت صينيه، هرجع اعمل الصينيه بنفس المقادير بنفس الخطوات بنفس الخلاط، مش هيتغسل حتى، بنفس كل حاجه، وارجع احطها هنا في الصينيه. بس انا عندي هنا الصينيه دي المونيا، فانا هحط لها نطره سمنه وامسح الصينيه كده وارمضها بنطره دقيق علشان خاطر ما تلزقش معايا بس. والفرن بتاعي يكون سخن، اهم حاجه الفرن بتاعك يكون سخن. وهنا زي ما قلت لك هنخلص دي وارجع احطهم الاتنين في الفرن مع بعض. وادي طبعا الصينيه التانية، زي ما قلت لك حطيت لها حته سمنه كده صغنونه مسحتها بايدي، وحطيت لها حبه دقيق ورمطتها، والدقيق اللي فاض رجعته تاني، لازم ارجعه تاني، ما ينفعش يبقى في الصينيه عشان ما يكلكعش مني او يديني يعمل كتولات كده في الكيكه. وادي الخليط التاني، بسم الله بسم الله. في ثانيه واحده، قلبناها اهي، اي حاجه ما ضربتش حلو نرجع نضربنا بالاسبونجة، ننزل بقى كل الجوانب. عايزه بس، على فكره انا بعمل الجريمه دي وهي ليلي وجميله نايمين، يعني هما لو كانوا صاحيين كانوا خربوا الدنيا. هي حماتي عايزه الكيكه دي تاني يوم بكره يعني، فدلوقتي الساعه 12، الساعه داخله على واحده كمان، داخله على واحده. هدي برضو دي 3 خطوات كده عشان ايه لو في اي حاجه تطلع. بصي انا عايزه اوريكي حاجه، شايفه السمك بتاعها قد ايه؟ بصي يعني هي دوبك حاجه صغننه خالص قد كده، وهنا نفس النظام حاجه صغننه خالص. ان شاء الله ان شاء الله اول ما يخشوا الفرن وياخدوا السوا الطبيعي بتاعهم، ومظبطه الفرن بتاعي، طبعا الفرن لازم يكون سخن، فان شاء الله ان شاء الله يطلعوا حلوين كده، وهنشوف في الاخر بامر الله. وهنا طبعا كانت خلصت معانا وكانت جميله وكانت هشه جدا. انا بصي عايزه اوريكي يعني طريه ازاي وهشه ازاي، وده كان شكلها. دي صينيه
ودي الصينيه التانية. والله يمكن انا عايزه اقول لك الكاميرا يمكن ظلموها، بس طعمها بجد وشكلها حلو قوي على الحقيقه. متنسوش تعملوا لي لايك. شكرا قوي. ربنا يسعد ايامكم يا رب.